أثارت تغريدة راؤول غونزاليس بلانكو عبر تويتر التي مدح فيها ميسي بعد التحاقه برقم اللاعب السابق للريال بهذه الشباك 35 فريقا مختلفا في الليغا، أثارت غضب أنصار الريال الذين انتقدوا تغريدة السفير الحالي لرابطة الليغا في الولايات المتحدة. مراسلنا نحسن سالم رصد لنا بعض آراء الشارع المدريدي وعد لنا التقرير التالي. هدف ميسي في مرمى لاس بالماس أدخل الأرجنتيني تاريخ الليغا من الباب الواسع بعد أن التحق بهدفه برقم لاعب ريال مدريد سابقا وسفير مسابقة الليغا حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية راؤول غونزاليس بلانكو بالتسجيل في مرمى 35 فريقا مختلفا في مسابقة الليغا، وهو ما دفع راؤول للاعتراف بإنجاز الأرجنتيني والتعبير عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي عن استمتاعه وإعجابه بما يقدمه نجم برشلونة ليونيل ميسي، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين من أنصار الملكي ممن عبروا عن استيائهم عن تغريدة راؤول غونزاليس بلانكو. شوارع العاصمة الإسبانية التي تغص بأنصار ريال مدريد كان لأصحابها في مجملهم نفس الانطباع الذي كان للناشطين عبر تويتر وغيرهم من وسائل التواصل الاجتماعي، ورفض هؤلاء مثل أولئك ما بدا ممن كانوا يعتبرونه شعار ريال مدريد الأوحد والأبدي. وحتى وإن كان هناك من يعتبر أن مهام راؤول الحالية تجعله يمدح كل لاعبي الليغا، إلا أن هناك من يعتبر أن الانتماء للنادي الملكي يبقى فوق كل اعتبار آخر. بما أن راؤول مناصر للريال منذ سنوات عديدة، فإنه من المفاجئ أن يتحدث بهذا الشكل عن منافسه الرئيسي. ليس من المعقول أن يتحدث بشكل جيد عن عدوه الدائم الذي يريد أن يفوز عليه دائما. كبر وسعة الشارع المناصر للريال مدريد سواء من إعلاميين أو غيرهم تجعلك تحظى بسماع آراء مغايرة لتلك المنتقدة لتغريدة راؤول. راؤول رجل عاقل ويتحدث عن الأشياء بصدق وصراحة، ومن الطبيعي أن يستمتع بالأداء الممتع. من حق راؤول أن يتحدث عن كل ما يراه مناسبا عن ريال مدريد أو برشلونة أو أتلتيكو مدريد، ورأيه أن ميسي في الوقت الحالي يعد النجم الكبير في الكرة العالمية، وهذا لا يعني أن راؤول يوجه ضربة موجعة للريال. العداء الكروي بين ريال مدريد وبرشلونة يحجب عادة الرؤية الواضحة ويدفع بالكثيرين من هذه الجهة أو تلك بعدم الاعتراف بمهارات وجماليات أداء لاعبي الفريق المنافس. ومما لا شك فيه فإن تغريدة راؤول غونزاليس بلانكو وإن أغضبت الكثيرين من أنصار ريال مدريد فإنها لن تقلل من حب وولاء القائد السابق للفريق الملكي. حسن سالم، بإن سبورتس، من أمام ملعب سانتياغو برنابيو، مدريد.